النهارده بقى بتبلطج علينا وبتعمل لنا كده وبتمرجح لنا في ايديك، بتقول لنا يعني ان انا محدش فارق معايا ومش شايف حد، ولا انت عشان جبت هاتريك ايه محدش مالي عينك؟ يا ابني انت لو ركزت في الكوره بس هتكسر الدنيا، هتبقى احسن لاعب في مصر لسنين قدام. انت مش مركز غير في اللقطه، لو ركزت في الكوره بس يا امام هتروح في حته تالته خالص. يا ابني ركز في الكوره، يا ابني انت لعيب جامد قوي بس مش مركز غير في اللقطات وفي الحبشتكنات والحوارات، انما انت لو ركزت في الكوره بس هتروح في حته تالته خالص. الاهلي النهارده بيلعب شوط اول سيء جدا جدا وبيخش في جون وبيخلص الشوط الاول 1-0. الشوط الثاني الاهلي اتغير اداؤه تماما، خصوصا بعد نزول قفشه. طبعا قفشه ده هو العقل المفكر، لما بينزل بتحس ان هو بيحرك الاهلي، بس برضك لما بينزل بديل لو لاحظنا هنلاقيه بيبقى احلى لما بيبدا من الماتش. النهارده امام جاب هاتريك، ولا احلى ولا اجمل واروع من كده، بالذات الجون اللي جابه بدماغه. امام لو ركز في الكوره هيبقى في حته تانية خالص، مركزه الجديد ده شكله هيكمل فيه قدام شويه. ليه؟ هو اصلا مركزه الاساسي اللي الزمالك كان شاريه بيه من حرس الحدود كان جناح اصلا، بس هو اتوظف بعد كده في نص الملعب ونجح فيها بعد ما فرجاني مشي من الزمالك وسد في المكان ده واتطور. النهارده برضك بيراميدز كان بيلعب بره ارضه مع سجرادا سبرانزا وكسب في الدقيقه 94 بجول مروان حمدي وتصدر المجموعه. تاني ماتش بيراميدز بيكسب في الوقت الضايع. النهارده يا رب بقى الزمالك يكملها بكره ويبقى الفرق كلها المصريه تكسب